أولاد أحلى شي أنا دخلت كأني لابسة نظارة. آخ راسي ما في شي اشتغلت راسي صار يوجعني. هاي شادة والله. تعال أوكي شوفوا يا جماعة، راسي صار ياخد هيك الشارب راسي. هلا تعرفوا شو؟ هلا أشرب قياسات ما بروح على الصالون. هلا أنا عم بعمل لك نجي تاكل. أوكي فكرة ضب قسم كبير من الثياب، خاصة ثيابي أنا وريتشو، وأخذهم لهيك رتبهم، نظف المطبخ، ما بدي كل الشغل يكون بيوم واحد صراحة. والجمعة نظف المطبخ يعني بكرة، نرتب الخزن وهيك، ما أنا الخزن نضاف ومسكرني ما في شي رح يغبرهم من شي. اللي يظبط الثياب اترك قدامي بشغل مرتبكن وننظف المطبخ. والجمعة طبق كل الأغراض اللي هون ونروح على البيت أبرتكن. شو رأيكن؟ هذا أنسب حل عشان ما أدخل بالحيطان يصير عندي ألف شغلة. ماما سنون هون بحكي معك أنا روح على الصالون يلا نشوف، بعدين ما في نمنمة. يلا روح يلا يا عمري. هذا أضبط شي بجد، لأنه المطبخ بده ترتيب على رواق، فبنظفوه وبيخلصوه وبعد تاني نهار بكون ضبيت أنا هون الأغراض شفتوا مشان النقلة. هذا أضبط شي، لأنه بعد في عنا غرفة الأولاد ما خلصت، بدها تخلي شي 3 أيام. 3 أيام ايش 3 أيام، غرفة ميرا بكرة بتكون خالصة، يعني خالصة بالديكور إن شاء الله وبيركبوه أمورها تكون تمام. انتو شو عم تعملوا؟ عم تكونوا يومكم ولا عم تشتغلوا معنا اليوم؟ اجاني اتصال من شركة التنظيف، أنا قلت لها خلي بعدني هون على 9 اضبط، لأنه مستحيل يعني أكثر من ساعة مستحيل بالمطبخ. طلبت 3 بنات هات، لأنه بس رح ننظف المطبخ يعني نمسح الخزن هيك ما في شي، ورح نعمل نفس ميرو المسحة مشان الديكور تبع ما فيه كتير قصقصة وشغل وغبرة. لا مسحة، بس المشكلة إنه أنا معي الشناتي، ريتشو حاط الشناتي ما نزلناهم، وخليه يمروا على الباقي يحطهم. والله بكره بدي اخذ معي اغراض انا كده عم ننسى ننزلهم عن جد. بده يروح بكره على البيت ياخذ ويرجع يجي على البيت هون ياخذ الثياب. مشكلة هلا الثيابي الشناتي الشتوي ما بدي ارتبه. تعرفوا ليش؟ لانه انا خلص بدي غسله احطه بالخزن، عرفتوا؟ انه ليش مو بحمام الجيم وعلى الحراره وهيك، فلما بطلع الشتوي وبطلب الصيفي بتكون ريحه الثياب ما حلوه كتير، اجباري انه ما في تكييف جوا ما في شيء. فلهيك بيتي خليني صح على سند لانه سامة بحط له مكان. يا عمي انت كتير بتحبها عشان تبرد كمان. سند ما خرج احط له بهارات وهدول الاشياء لانه هو اساسا مو حساسي وهيك، حتى السكر موقفت له اياه. هينا ميرو انا بحط لها شوية بهارات مو كتير شوي، فانه الشناتي مفكرة بس لاسكن غسلهم رتبهم على رواق. يعني بكره خليني نضب مثلا ثيابي انا وريتشو هن اكثر شيء رح ياخذوا وقت، هي ما عم يطلع منه. ف وثياب الاولاد انه نترك قدامهم كم غرض والباقي ضبهم، عرفتوا؟ خلص رح اعطي الفراوله لمريم تاعي. ماشي مريم هيك الاولاد. هلا انا والاولاد بحب شويه مرقه مو كثير، مرقه بالمعقول، في عم تاكلها ناشفه انا هيك وهيك شكلها، بس مرقه مو كثير انا يعني بحس انه يروحوا البهارات تبعتها، لا يعني وسط
الولاد بدهم ايس كريم وسند مريم ما بديهم ياكلوا هلا. شفتوا؟ يقعدوا بيسهروا بيحضروا شي فيلم معنا. صح تعبانة بس انه عاقلي هذا خسر بتاع. يا عيني يا عيني قلتيلي يا عمي جوعان. بس نزيد عليه بيفتش. ماما بعد سخنة. شو عم بحكي أنا؟ يا الله يا سند ما عم يتحدى الله وكيلكم عن شو الأولاد ما شاء الله الله يحميه. والله كثير بخاف أنا بالمطبخ يكون الأولاد حوالي. بسم الله. لا هذا لإلي. اوكي هاد يا رب تحمل لك شوية مرقة مو كتير شوي. لا بس بدها جرشات في لسه. مشكلة حط لها شوي لسه لأنه بتغبى. بس ميرو صحن قليل بس هلا بنحط البهارات. والله كأنه صار كتير. لا منيح. هذا سنود. طيب ما حطيت مرقة شوفوا شوي. ميرو نحط البهارات ونروح ناكل. ميرو نحط لها بس هاد لونها بس زيت وهيك بس. الولاد بياكلوها مثلي بحدوديتها. يا سلام ما تكوني انت ولادك بتحبوا الأندومي عن جد. شو عملت اليوم؟ فكرة والله تعرفوا شو كمان طلع من الفريزر فروج. بحضر لهم اياها بس مشكلة بده وقت ليدوب. بحضر لهم اياها هيدا لبكرة او طلعوا بكرة بس في الصبح بتبروا هيك ما بدو شي يعني. شو قولكم؟ بس ما بعرف اذا بيتي رح تعرف تعمل لي اياهم بغيابي. بيتي صحيت ليش ما بتاكلي هاي؟ ما بعرف انا ما فهمت. انتي ما بتحبيه ليش ما بتحبي صديقتي؟ خليهم خلص بكره بيتي بتفيق قبلي. بيتي بدي منك كل وقت تتركي له بدل مو بدل يعني مثلا بيجامتين شي للطلعه عرفتي؟ والباقي بدي اضبه بالكرتونه بس في انا بضب خزانتي. اوكي بكره الصبح مو هلا. هلا حاج جد حاج شغل والله. شو من امتى فايقين واقفين على اجرينا ومهلكت. مثلا هو ما مبين عليك على فكرة. ما عم يتهدى. جوعان يا روحي. اوكي فكرة اكل شاورما يعني الاولاد طلب لهم شاورما ريتشو. شو خير استاذ؟ هاي ليلي مو ليلى. وين هاي؟ لاقيها ما عندك هاي ليلي. بس حاسة تفزينتي اليوم احسن ما اذا فيكم فرم انتي وريتشو. ولا حد؟ لا ماما انت حد ما في حد. يلا عيطي للاولاد. لا ماما لا طول بالك خذ نفس. عيطي للاولاد لينزلوا ياكلوا برد اساسا على المكيف. سند بموتني ضحك بس ياكل. شو هذا؟ ايام ما حطيت ايدك. اوكي كول يلا كول ماما. بحب ياكل هيك بايده. شوف بلا هيك. يلا ماما الاكل صار جاهز. هذا شو؟ امي في شي شوكه من الاختراع يا هو بيعتبرها منسف بس مو هان. لا بردت يعني حاش بدي ياكلها بيتي. شوفي هدول السخنين لانه فيهم مرقه. شوكو بياكل منسف. ما بحب الشوكه الصبح. معصب. ما بدي انت شوفي ايش صار. يلا نام ماما. عنا بالغرفة. ما بتفرق نفس الشيء على فكره صون. خذ ماما. بينام عنا بالغرفة صاير. شو اكيد لا. لا ماما لا سخنه لا هيك صارت سخنه.
يعني انتهت. هيك صارت سخنة، هو سحب من الوش. يلا خلي بيتي تاخده عنها. يلا سخنة خلاص، هلا عاد فيها الصبي. ماما شوي 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 شوي، بسم الله. صح ما هو سهلك انا بلش شوي شوي. يا بني حكاياتي. خيو البنات انا. ما انا كنت هيك باكل. شوي 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 شوي. شوي شوي وسند شوي شوي. على فكرة سنة حاسة مفكرنا عم نعمل سباق. صح صح شوي 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 امي. طيبة؟ هي ولك صح داير تقبرني. شوفوا هون عم بشوف حجم الكراتين. ها عم رياض ثواني جاي. ما اخذنا الراحة. رح اضبط ثياب الاولاد. ما بعرف اذا رح اضبط ثياب اليوم. اللي بدي اخذ بس قلت لها لبيتي بالاول ضب لي الثياب، بكره رفيق بس انه سكر الكراتين وبكتب عليهم. لأن يا بنت امي رتبيهم انتي. يعني انا ممكن اعرف ايش قد الفرق الحجم. هلا عم نزلهم عشان ضب الثياب. احطهم هين الثياب يعني بس احطهم بالكرتونه حيرجعوا يرتبون لانه هيك. هو في مشرطة بس السرعة يعني للأسرع. كنا بنستخدم هاي الحركة للسرعة. من سنة لهي خليني ادعمها شوي لأنه لتشيل ثيابي. وزن ثيابي أكيد مو مثل وزن ثيابي. هي أكبر. كبار. رح آخذ كمان البوط وآخذ كل شيء بترك لهم يعني بس قطعتين بالبيت يعني أكثر هم هن الثياب وال المطبخ. ممكن تعرف قد الحجم فرق؟ بالعرض. اوكي ماشي الحال. بس انا مو هذا الحجم اللي بدي اياه في كنال المطبخ. انا بدي اللي بيجوا كيف قياس مثلا كرتونة الحفاضات تبعوت سنود اللي بتجي هيك وهالقدر ارتفاعها. هدول الازاز بدي اياهم انا يعني بهذا الحجم. هو اكبر معه حط هدول كاسات فيه والله بيتكسروا. خلص حاجة خليتيها يا من جبت الكراتين اللي اخذتهم معي. انا بالعكس هدول الثياب ممتازين لانه دغري راح يتفضوا بالخزن فانه اوكي يعني عادي. صح عندي بالبيت في كراتين. هتعرفوا شو رح نعمل؟ مع انه معي الشنات الشتوي وانا ما بدي افردهم رح نزلهم على البيت واخذ معي هدول الكراتين بكونوا معبايين ثياب حتى ارتبهم. بعرف الصوت ده عشان ما نحن رايحين جايين على البيت بس ارجع اروح برجع باخذ معي الشنات الشتوي. البنات بكره جايين بكير فلازم اني ما اتاخر ولازم ما اتاخر عليهم. بس بيكونوا مخلصين المطبخ. خليني نشوف شو قدر احسنلك من الكراتين وزلتني برجع بلزق. خليني اطلع لفوق بلش ترتيب. هسه نبدا في الترتيب السريع يعني على السريع عرفتوا بس رح احطهم الكراتين. بيتي رح تبلش هون بثياب ميرو.
الله حيوا بيتي، والله بيتي ما في منها. شوفوا رح تبلش بغراض مريم تحطهم هون كلياتهم. هلا انت جاهزة للشغل يا عزيزتي؟ عنا شغل كتير. ايوه. يلا انا رح استلم غرفة الشبيبة هون. شوفوا لي الابطال. ماما ليش شلت اثنين؟ كسر شي سند. ايش وقعت؟ عرفت انا قلت لي انا هات اعطيني شوي. اعطيني نزال. تعال عندي تعال. اخ من سند. اشوف. شايفة ماما شايفة. ما صار شي. يعني هون ثياب الابطال رح احطها مثل ما هن هيك كلهم رح يترتبوا هونيك. رح اترك قدام ايدي. هلا اضويتكم كلها شغال. ليش غطى على قلبي؟ مو شغال مكيف 25. شوف بدكم تعملوا هدول الثياب شو نعمل فيهم؟ هدول عم ضب لك اياهم. هدول يعني جميل. هدول لإلك بدي اخذهم على بيتنا الجديد. ايه بدي رتب لك اياهم بالغرفة وظبطهم مشان انتي بعدين تشوفيهم كيف مرتبين. بدكم تعملوني هيك بس ايه باربي. الاولاد طلعوا انا بس لهم بدي اضب الثياب. شكرا خلص يا عمري. فبيتي هون رح تخلص غرفة ميرو. ماما شو هاد؟ ستاند. كمي مو هاد الستاند الصغير. انا بدي الف ستيكة. هاي ايش بدي فيه؟ بدي اخذها يا ماما. اخذها ايمن. لا هي خليها هون مشان تلبسيها وقت النوم. النوم. ايه هذا اللف جديد. هي على الغرفة الجديدة. يلا يا مريم.